إننا شام البادية. أهل الكرم أهل الهمم من يومنا، أهل المروءة والشمم من يومنا، أهل الكرم أهل الهمم من يومنا، أهل المروءة والشمم من يومنا. أرض الأجداد مربى الأساد ولدوا أحفاد عاشوا أسياد همتكم والله عالية. إننا شام البادية. يا هلا برجال البادية، يا هلا يا هلا يا هلا بالخيل الغادية، يا هلا يا هلا يا هلا برجال البادية، يا هلا يا هلا يا هلا بالخيل الغادية، يا هلا يا هلا عز وأمجاد ماضي الأجداد، عز وأمجاد ماضي الأجداد همتكم والله عالية. إننا شام البادية. مين هذا المقبل علينا؟ عساه يكون الطبيب حسين. هذا جوهر راجع من مراح الغنم. أنا نفت صبري من طول الانتظار. راح الكثير، ما بقي غير القليل يا نجود. طولي بالك، السكوت ما عاد يفيد بعد اليوم. أنا لازم أخبر والدي بالمكيدة اللي دبرها شداد لفارس. يا نجود، يا نجود، روح جاي يا جوهر، روح جاي. ويش تريد يا جوهر؟ شداد قبل شوي ميل على مراح الغنم واخذ معاه الراعي سطوف وساروا باتجاه وادي الثعالب. اني عين الشمال بترف يا نجود. فين والدي يا جوهر؟ أريد أشوفه بالحال. الشيخ طراد معه بالمضافة، ما أدري وين راح. أنا خايفة اليوم فارس يمر من وادي الثعالب وتوقع المصيبة. مصيبة؟ أي مصيبة يا نجود؟ سير يا جوهر إلى والدي بالعجل وقول له نجود تريد تخبرك في أمر خطير. أمر خطير؟ وإيش الحكاية يا نجود؟ قولي. بعدين تعرف. سير وابحث عنه في كل مكان. حاضر بأمرك. هيا يا جوهر. ربي يجيب العواقب سليمة يا نجود يا رب. قل لي كيف تركت غضبان ويا الرجال؟ الكمين محكم يا شداد، الكمين محكم، وثلاثة من الرجال واقفين فوق الشجرة الواقعة على كتف الطريق، معهن أمر بالوثوب على فارس لما يمر من تحته. غضبان واقف معاهم يترصد الطريق عبر الممر. طمن بالك يا شداد، كل شيء على ما يرام. فارس بهذه المرة ما له مهرب. ما زي قلبي ما هو مستريح. لو فارس ولد متعب ينجى اليوم من هذا الكمين،
عاقبة علينا حتكون وخيمة يا سطوف. مالك يا شداد؟ أشعر بالألم في صدري مثل وخز الإبر. هيا. جوهر شغل بالي، قال لي عندك خبر خطير. شداد مدبر مكيدة ويا غضبان والراعي سطوف حتى يقتل فارس عند رجوعه للديرة. وإيش اللي عرفك يا جود؟ الطبيب حسين سمع عن طريق الصدف تفاصيل المكيدة كلها، وانا دزيت حسين خلف ولد متعب حتى يحذره من مروره في وادي الثعالب. وادي الثعالب؟ كيف تجرى هذه الأمور بالديرة من غير ما يكون عندي علم؟ نجود يا شيخ تراد، رادت تتلافى هذه المصيبة من غير ما تصدع راسك بيها بهذا الأمر. قامت طلبت من الطبيب حسين يلحق بفارس ولد متعب ويخبره، لكن غيبة الطبيب طالت والمهلة اللي انت عاطيها الفارس تنتهي باكر. شداد والراعي سطوف صاروا عند الضحى من مراح القطيع إلى وادي الثعالب، أنا شفتهم بعيني يا طويل العمر. غضبان ورجال المجرمين عاملين كمين في ذاك الوادي حتى يقتلوا فارس ولد متعب. الحق بشداد وامنع هذه الكارثة يوبا. أنا طفح قلبي من شداد وشروره، وإن كان هذا الكلام صحيح ما يلوم إلا نفسه. يا شيخ طراد، سير الحين بالعجل انت ورجال الحي الوادي الثعالب حتى تمنعون هذه المصيبة. إذا حصل شيء الفارس ولد متعب ترانا ما نخلص من شر متعب أبد. لابد ما شداد ينال العقاب الرادع. يا جوهر، سمع يا طويل العمر، أريد عدد من رجال القبيلة بسلاحهم وخيولهم. هيا أريدهم في الحال. بالحال يا طويل العمر. أريد أروح وياكم يوبا، تسمح لي؟ ما يخالف، تروحين ويانا يا نجود. هيا. ربي وياكم. قتلوا فارس، قتلوه يابا قتلوه. يا ويل الأوغاد يا ويلهم. فارس رد علي، أنا نجود يا فارس، رد علي يا فارس. يا ويل الأوغاد قتلوا فارس يابا قتلوه. يا ويل فارس. راحوا من هناك شداد وسطوف نجود. أنا حي. سلامتك يا فارس سلامتك. يا ويلهم الأوغاد، يا ويلك يا شداد.
وصل الطبيب حسين بالوقت المناسب. عجل يا طبيب عجل. الحمد لله على السلامة يا فارس. ما قلت لك يا أخوي ما تقبل النصيحة؟ يا ويلي من عنادك. اترك اللوم بهذا الحين يا حكيم وافحص جروح فارس. طمني يا حكيم طمني. طمنا. سليمة إن شاء الله. الجروح ما هي قاتلة. شكر لله اعتني به يا حكيم. احملوا فارس الى ظهر الجواد يا رجال هيا وانقلوه للحي في الحال. انا رايح الحق بشداد اجيبه حي او ميت. أنا جبت زهر العيون. سلامتك يا فارس سلامتك. هيا يا رجال هيا خذوه بسرعة. صواد الله وجهك يا شداد، صواد الله وجهك يا سطوف الراعي. 2 مهابيل ما يدرون عاقبة أفعالهم الردية. فارس عنيد ما يقبل النصيحة. أنا قلت له ابتعد عن الشر وعن مكايد شداد الأحمد لكنه رفض. وليش هذا العناد يا فارس؟ ليش ترمي نفسك في المهالك؟ يا ويل قلبي ما تقدر تتصور مقدار الخوف اللي سيطر علي لما شفتك مرمي بالقاع وفاقد رشادك. كل المهالك تهون من أجلك يا نجود. اهدأ يا فارس خليني اربط جروحك مليح. بنفسي أطيح عمدان هذا البيت وما أنصبهم حتى ينال شداد عقابه هو وذاك الأهوش سطوف. لا يا عمتي، بيوت الأجاويد ما تنهدم عمدانها من أجل فعلة قام بيها أحمق مثل شداد. يا أولادي يعلم الله حنا خجلانين منك بعد هذه الفعلة اللي قام فيها شداد. انت ناصي وضيف عزيز على الشيخ طراد، واللي يعتدي على الناصي لازم ينال جزاءه العادل. شداد لابد ينال الجزاء اللي يستحقه، والجريمة اللي حاول يرتكبها تمس بكرامة راعي القبيلة بالذات. قبضوا على شداد، هذا والدي ورجال الحي وقدامهم شداد وسطوف. طمني يا حكيم، عسى ضيفنا ولد متعب بخير. جرح الظهر كبير وعميق، أنا خيطته وعملت اللازم والباقي على الله. وجرح الكتف يا حكيم؟ جرح الكتف ما منه خوف. سلامتك يا فارس، أني آسف للي وقع ومتألم للفعلة الشنيعة اللي عملها بيك شداد. يا رجال ادخلوا شداد ويا سطوف. لابد ما تنالون جزاكم على هذه العملة القبيحة. ادخل يا شداد ويا سطوف جوا الحوطة وتبقون محبوسين فيها حتى يتم النظر بأمركم ويصدر بيكم الحكم العادل اللي تستاهلونه. تريد تحبسني جوا الحوطة يا شيخ طراد من أجل إنسان غريب ولنا عليه طارات؟ قلت لك ادخل يا شداد الحوطة من غير عناد، الا تراني احبسك في العنابيب فوق العلف والتبر. لك عين تتكلم وتواجه القبيلة بعد عملتك الشنيعة اللي قمت فيها انت وهذا الأهوش سطوف؟ وإيش لك عندي يا شداد؟ وليش تضمر لي هذا الحقد الأسود؟ الحساب اللي بيني وبينك يا ولد متعب لا بد ما أصفيه في يوم. أنا وراك والزمن طويل يا فارس. قلت لك ادخل الحوطة يا شداد. وانت يا سطوف؟ أني بوجهك يا طويل العمر، شداد هو اللي طغاني ودفعني لهذه الورطة. سود الله وجهك، أنا عارف مكايدك اللي رسمتها أنت وشداد، عارفها كلها. ادخل الحوطة وانتظر الحكم العادل اللي بيك. يا جوهر سمع يا طويل العمر، أريد رجال القبيلة يجتمعون عندي بالبيت قبل الزوال للنظر في أمر شداد وسطوف. حاضر يا طويل العمر بالحال. مشكورين يا رجال، تقدروا تروحون على أشغالكم. عمتي أنا جبت لك زهر العيون. مشكور يا ولادي، ربي ياخد بيدك ويكتب لك الشفاء العاجل يا فارس. انت قمت بعمل ما قدر عليه من قبلك احد يا فارس. ربي يجزيك الخير ويحميك من كيد الاشرار.
وإيش اللي سواه شداد؟ وإيش اللي جرى يا شيخ طراد؟ هتشوفينا بعينك يا صبحة. للمرة الثانية حاول شداد قتل ضيفنا فارس ولد متعب. يا ويل قلبي منك يا شداد. فين أودي وجهي بين الناس؟ ما قلت لك يا أخوي، ما قلت لك ما تفعل هذه الأفعال الرديئة؟ ما نصحتك؟ وإيش اللي جرى لعقلك؟ هيا عودينا للبيت، هذه الأمور ما تعنيك أبد. كيف ما تعنيها يا شداد؟ هذه أختك. المصيبة اللي توقع عليك توقع علي أنا يا شداد. أني ما لي غيرك في هذه الدنيا من بعد الله. ليش ارتكبت هذه الحماقة؟ ليش يا أخوي؟ قلت لك عودي للبيت. ترى يا شيخ طراد اختي صبحة ما لها دعوة باللي حصل واللي صار. أني برية من افعالك الشينة يا شداد، لكني خايفة عليك من تاليها. ربي يساعد قلبك يا صبحة، ربي يساعد قلبك يا بنيتي. عودي للبيت عودي. شداد قبطة وجهي وجه القبيلة بالفعل الردي، لابد ما ينال الجزاء العادل. عودي للبيت يا صبحة واتركيه. تمنيت الموت قبل ما أشوفك تقطع وجه القبيلة بعملتك السودة. حسبي الله عليك، حسبي الله. ضيفنا فارس بحاجة للراحة خلال مدة طويلة حتى يتم العلاج. اللي تشوفه يا حكيم. أنا بلغت رجال القبيلة أوامرك يا شيخ أطراد. زين يا جوهر، سمع. اذبح بعيرا سمين واخبر القوم بانه فارس ولد متعب اصبح طميب الشيخ أطراد. تكفى يا راعي النشامة، بيض الله وجهك. ابشر ابشر بالعز والهنا والطيب. ابشر يا ولد متعب، وحق الله ما ينزع احد من راسك شعره وانت جاري بهذه الديره. مشكور يا عم. لما تشفى جروحك يتم زواجك من نجود وترحل معزز مكرم الى ديارك. مشكور يا شيخ طراد، لكن لي عندك مطلب. وايش مطلبك يا فارس؟ ارسل طارش الى والدي يخبروا اني انا موجود بدياركم من غير ما يعلموا بفعلة شداد، ويقول له يجي حسب الاتفاق اللي قايم بينه وبينه. يحصل ان شاء الله يا فارس. باكر عند الفجر يسير ولد اخوي سطام الى دياركم وينفذ المطلوب. مالك يا وضحة قاعدة وأفكارك سارحة؟ بالي مشغول على وليدي فارس، طول الغيبة ما جانا عنه خبر. صدق ظني فارس بهذا الحين بديار الشيخ طراد، لابد جلب لعليا زهر العيون اللي وعدها بي. أني خايفة يكون جراله مكروه في وادي الملايا. إيه ربي جازي أم عفين على ذاك الدعاء. أني متفق ويا فارس يدز من ديار الشيخ طراد عند وصوله طارش يبلغني الخبر. ومتى يصل ذاك الطارش ما تقدر تتصور قديش قلبي تعبان من الانتظار. مهلة الشهر اللي انطاها الشيخ طراد الفارس مر عليها 3 أيام. لو وصل فارس إلى ربع نجود كان المفروض يرسل لنا خبر. إن ما وصل طارش من طرف فارس خلال اليومين المقبلين أرسل بنفسي طارش من يمنا لديار الشيخ طراد يستعلم يرجع لنا بالخبر. هدي بالك يا وضحى، أنا جوعان. قومي حضري له الطعام. قومي يا بنت الحلال وصلي على المختار. إيه يا رب. هذه قطرة زهر العيون يما،
انتهى الطبيب حسين من تقطيرها الآن. الحمد لله، أخيرا وبعد صبر سنين وشهور ربي أنعم علي بهذا الدواء. عجلي يا نجود اقطري لي منها. يقول الطبيب حسين التداوي بهذا القطرة يحتاج إلى صبر وطولة بال. أنا صابرة ومتوكلة على الله. ربي يجعل فيها الشفاء يمه. من فمك لبواب السماء يا بنيتي. انزال عني الوجع وطابت عيوني. لقد بقية عمري أصلي وادعي الفارس ولد متعب بالهنا والسعادة. ما قلتي لي يا نجود كيف حال فارس بهذا الحين؟ الطبيب حسين ملازم بيته قبل شوي، لما انطاني القطرة طمني عليه. ربي يشفيه ويعافيه ويفرحني بيكي وبيه يا بنيتي. نجود أريد أسمع مغناكي يا بنيتي. وإيش تريدي أغني لك يمه؟ غني أي شيء، أريد أسمع صوتك وشوفك فرحانة ومتهنية. حاضر يمه. النوب والشوق ملو الثوب. النوب والشوق ملو الثوب. لا تزعل يا شويقي ولا تشافينا. النوب بين علينا القمر حبنا دهلية، وسألت ويش الخبر ما جاوب علي. بين علينا القمر حبنا دهلية، وسألت ويش الخبر ما جاوب علي. والويش ظلم البشر يتحكموا فيا، لابد ما ظالم يصفح عن البطول. النوب والشوق ملو الثوب. النوب والشوق ملو الثوب. لا تزعل يا شويقي ولا تجافينا. النوب لقعد بفي الشجر زهر الشجر مكتوب. يا ناس جسمي برا بس العيون تشوف. لقعد بفي الشجر زهر الشجر مكتوب. يا ناس جسمي برا بس العيون تشوف. غنيت من حرقتي خوف عليها خوف، لو يستمعها حجر من هالحجر بيدوب. النوب والشوق ملو الثوب. النوب والشوق ملو الثوب. لا تزعل يا شويقي ولا تجافينا. النوب الشوق شبه الورد يطلع على بال، والحق لو ينهزم يبقى على حال. الشوق شبه الورد يطلع على باله، والحق لو ينهزم يبقى على حاله. الصوت صوت الهوى ما يلعى مواله، يا حيفك يا هالولد تكسى على البطول. النوب والشوق ملو الثوب. النوب والشوق ملو الثوب. لا تزعل يا شويقي ولا تجافينا. النوب لقعد بفي الشجر زهرة شجر مبطوط. يا ناس جسمي برا بس العيون تشوف. لقعد بفي الشجر زهرة شجر مبطوط. يا ناس جسمي برا بس العيون تشوف. غنيت من حرقتي خوف عليها خوف، لو يستمعها حجر من هالحجر بيدوب. النوب والشوق ملو الثوب. النوب والشوق ملو الثوب. لا تزعل يا شويقي ولا
ربي يدوم عليكي هذا الصوت وهذا الجمال ويفرحني بيكي يا نجود. شكرا يما شكرا. يا عربة، أنتم عرفتم كل شيء عن جريمة شداد وسطوف. شداد قطع وجهي ووجه القبيلة بالفعل الردي اللي قام به بالتواطؤ ويا ذاك المجرم غضبان، وكاد يمزق عهد التفاهم والمصالحة اللي بيننا وبين قبيلة الشيخ متعب. الموافق منكم على خلع والتبرؤ منه إلى يوم الدين يرفع يده لفوق. تبين لمجلس القبيلة يا شداد أنك ارتكبت جريمتين بوقت واحد. الجريمة الأولى محاولة قتل ضيف القبيلة فارس ولد متعب في وادي الثعالب بالتواطؤ ويا سطوف وذاك المجرم غضبان. والجريمة الثانية الخروج على إجماع القبيلة باحترام العهد القايم بيننا وبين قبيلة الشيخ متعب، ومحاولتك إشعال نار الفتنة والحرب بيننا وبينهم. فارس ولد متعب يستحق قطع الراس، أما عهد التفاهم اللي تقول عليه أني ما أقبل بيه وما قبلت بيه قبل اليوم. اللي يستاهل قطع الراس هو اللي يتآمر على قبيلته يا شداد وما يريد الخير لهذا الربع. أني ما تآمرت على قبيلتي، لكن أني ما أريد تنهدر حقوقها من أجل فارس ونجود. اسمع حكم القبيلة عليك يا شداد. انت مخلوع ومطرود من ديارنا، والقبيلة متبرئة منك إلى يوم الدين. تغادر هذه الديرة انت والراعي سطوف مهدورين الدم، ما أحد منا مسؤول عما يجرى لكم. وإن حاولتوا ترجعوا لهذا الحي تكون الملامة عليكم. وفينا روحاني يا شيخ طراد، ومين يبقى لي راح شداد؟ انت بنت القبيلة يا صبحة وحنا مسؤولين عنك. يا ويل ويلي، وكيف يا نالي عيش وشداد شريد مهدور الدم. شداد انت كسرت ظهري يا اخوي، ادفع لك الردي. كيف اواجه الناس بهذه الديرة بعد اليوم؟ كيف؟ كل راجل بهذا الحي تعتبرينه أخ لك يا صبحة. هدي بالك، شداد لازم ينال جزاه عما جناه. باكر نلقالك ابن الحلال اللي يصونك ويتولى أمرك. ما تنضمين إن شاء الله يا صبحة. شداد غادر ديارنا أنت وسطوف في الحال. زين يا شيخ أطراد، أني راحل، لكن فارس ولد متعب ما أخليه هنا عم بنجود حليلة وأني حي على وجه هذه الأرض. شداد اخوي اتركيه يرحل يا صبحة. عودين يا صبحة. فين الجود؟ فين الجود؟ وإيش لك بن جود يا صبحة؟ ما أريد شيء، ما أريد شيء. الحالة اليوم أحسن والحمد لله. هيا يا علي، قواك الله قواك الله يا فارس. يا هلا يا هلا. قواكم الله. يا هلا يا هلا يا هلا. هلا بالجود. كيف الحال اليوم يا حكيم؟ الحالة اليوم أحسن من قبل. أنا كشفت على جرح الظهر والكتف. بقالي 10 أيام وأنا في الفراش. أنا زهقت، أريد أقوم، أريد أمشي. الصبر طيب يا فارس، أيام قليلة ويزول الخطر إن شاء الله. جيت أبشرك يا فارس بشرة سر القلب. وش بشارتك يا نجوم؟ ما تشوف يا فارس، أمي رفعت مناظرها وطابت عيونها، هذه نتائج زهر العيون. الفضل بعد الله يعود لك يا فارس الفرسان. أنا ما أنسى جميلك أبدا. أطلب من الله يشفيك بالعجل ويفرحني بيك وبنجود بيوم قريب. حنا منتظرين وصول والدك يا فارس.
أنا مستنى وصوله على نار، وأريد الفرحة تتم اليوم قبل باكر. أشوفك مستعجل يا فارس. يقول المثل في التأني السلامة. يا شيخ طراد، يا شيخ طراد، ابشر يا شيخ طراد، ابشر. وإيش عندك يا جوع؟ الشيخ متعب بيقبل على ديارنا، وصل لمورد الماء وخلف رجال ويسوقون قطيع من النوق البيض. ايه بالله النوق اللي تبيض الوجه. بيض الله ايام وايامنا. يا هلا بالشيخ متعب، يعلم الله شرف ديار. ايه بالله. حكيم حسين، واجب علينا نستقبله عند مورد الماء. زين، جهز الخيل يا جوهر وخبر رجال الحي. بالحال يا طويل هذا والله يوم ابيض ومبارك. ايه بالله يوم ابيض ومبارك يا ربع. أريد أروح وياكم لاستقبل والدي. لا لا يا فارس، جروحك ما زالت ملتهبة، ما يصح تقوم. اسمع كلام الطبيب حسين، أنا حريص على شفائك بالعجل. دقوا طبول الحي واضرموا النيران وانحروا الخرفان. هيا يا حكيم. هاي ميعاد الهنا قرب يا نجود، واني فرحتي ما توسعها الدنيا بعد اليوم. فرحتي أكبر وهنا قلبي ما يتقدر. اليوم تشهد هذه الديرة فرحة ما شافت مثلها أبد. اليوم ألبس الثوب اللي احتفظت به سنين وشهور. ثوب عرسي يا فارس، ثوب عرسي يا نجود. أريد ألبس الثوب به سنين وأيام لهذه الفرحة. أريد أدبك ويا صبايا وشبان الحي، أريد أدبك وأرقص وأغني كمان. وإيش اللي جابك يا صبحة؟ مالي ضمة عليك مشغول يا أخوي. أنا أختك على كل حال. كيف تخاطرين بنفسك وتجي وتقطعي هذا الوعر والوادي لوحدك؟ أشوفك تسعل يا شداد. الألم يزداد في صدري يوم عن يوم، وبالليل أعرق وأسخن، وبعد الليالي تنتابني البردية. يا كبدي عليك، أنا شقية وتعيسة لأجلك يا أخوي. أنت جنيت على نفسك وعلي. جايبي وياكي طعام يا صبحة؟ الطعام في خرج الزاد. أنا جبت لك مبلغ من المال يمكن تحتاجه يا أخوي. ومالي وحلالي، وإيش اللي جرى بيه؟ مثل العوايد اللي يتعامل بيها كل مخلوع وشريد. القبيلة صادرت مالك وحلالك،
وأبقت لي قسم عشان أعيش بيه، والمال اللي جبته من حصتي يا شداد. انت جنيت علي وعلى نفسك بهذه الورطة يا شداد. يا ويل قلبي، ضاعت مني البنية اللي كنت أريدها حليلة، ما جنيت من عملتي غير الحسرة والندم. اللي راح ويش ينفع الندم؟ صبحة قولي لي، ويش علوم جود وفارس؟ ما زلت تفكر بنجود يا أخوي رغم كل اللي جرى وصار من تحت راسها؟ حبي لها يا صبحة ده ما منه شفا، وحيرافقني حتى قبري. قولي لي يا صبحة، ويش أخبارها؟ يا حسرتي عليك، انت تذوق المر والهوان وهي سعيدة. اليوم وصل الشيخ متعب لديارنا، وباكر أو بعد باكر يتم الزواج وتصير نجود على الهودج ورا زوجها فارس. سكتي! أنا ما زلت حي، والمعركة بيني وبين فارس ما انتهت. ويش اللي بقالك يا شداد حتى تحارب فيه فارس ولد متعب والقبيلتين المتحالفين؟ باكر تشوف، أنا ما زلت قادر أوقف على رجلي وحارب خصمي اللي سلب سعادتي وهناي. ليش يا أخوي؟ ليش يا أخوي ما تكف عن عنادك وترضى باللي جرى وصار؟ حنا صرنا مقطوعين بهذه المغارة، دمنا مهدور والقبيلة متبرئة منا. ليش تستمر بهذه المعركة السوداء يا شداد؟ هي عودين للحي، عودين للحي وديري بالك على نفسك. أنا عملت لك قلاجة وقليتها بالسمن والسكر. مشكورة يا صبحة، اتركيها في الخرج. وإيش هذا السعال اللي انتابك يا أخوي؟ ما أدري يا صبحة، قلت لك عودين للحي، ما أريد أحد يعرف مكاني، فهمتي؟ كان الله في عونك، أشوفك بخير يا أخوي، يمكن أجي لك بعد يومين أو ثلاثة. لا ما أريد تجي لي. هيا عودين للحي. كان الله في عونك. تاكل وياي يا شداد؟ لا، نفسي ما تشتهي الطعام كل واحدة. اسمع يا سطوف. ويش يا شداد؟ قول لي، انت تريد تربط مصيرك بمصيري وتبقى معي دوم، ولا تريد الرحيل؟ الرحيل؟ وين ارحل يا شداد وما حيلتي حيلة. باقي معاك يا شداد، واللي يجرى عليك يجرى علي. زين، باكر عند الفجر تذهب للمدينة وتسأل عن خان عجيل في الحي الشرقي. أسري المدينة واسأل عن خان عجيل؟ وإيش اللي بخان عجيل يا شداد؟ ايوه، وحين تشوف صاحب الخان تومان العجيل تقول له شداد يريد ثمن الحلال اللي اشتريته منه قبل شهرين. انت لك مال بذمة تومان يا شداد؟ 200 ليرة ذهب واستحق دفعهم قبل يومين. هذه بشرة مليحة يا شداد، ما دام ويانا المال ما ننضم. بعد ما يعطيك المال تقول له شداد يريدك تشتري له دفنقتين، ومع كل دفنقة ذخيرة تكفي لسنة. دفنقة؟ وإيش يعني دفنقة يا شداد؟ دفنقة يعني بارودة. أنا عرضت الثوب شوي، انت بقيتي أسمن من الأول يمه. يا حسرة قلبي على شباب اللي ولا وراح. أنا يوم ما لبست هذا الثوب أول مرة كان قوامي مثل غصن البان، لكن الكبر عبر يا بنيتي. انت ما زلتي شابة يمه وزينة نسوان القبيلة. شوفي قوامك بهذا الثوب يجنن ويهبل. اللي يجنن ويهبل قوامك يا نجود، قوامك الفتي. أنا الخاطرك والخاطر فارس لبست هذا الثوب اليوم، لكن أنا عارفة نفسي الخريف ما هو مثل الربيع. إن كان الخريف ربيع انت ربيع الخريف يمه. أنا سعيدة بشوفتك بهذا الثوب الجميل اليوم. الله، يا هلا يا هلا بالضيوف، يا هلا بالضيف العزيز، يا هلا بالنشامة. تفضلوا تفضلوا بعدوا. يا هلا. والله يا شيخ متعب
يومنا هذا يوم أبيض مبارك. مشكور يا شيخ طراد، مشكور. ربي يعمر هذه الجار ويديمك عليها. متى تكتب الكتاب يا شيخ طراد؟ وقت ما تبغون يا شيخ متعب. ناسبك باكر؟ زين باكر. إذا نقرأ الفاتحة ونصلي على النبي يا جماعة. نقرأ. بسم الله. مبروك إن شاء الله، مبروك. ربنا يجعله زواج ميمون وسعيد. مبروك مبروك مبروك. فين نجود؟ فين عروستنا الزين؟ يا نجود يا عليا، روحوا جاي سلموا على الضيوف الأجاويد. يا هلا ويا حي الله بالضيف الكريم، خطوة عزيزة يعلم الله. يا هلا بيك. حياك الله يا عم الشيخ متعب، حياكم الله يا رجال. حياك الله يا هلا بأجمل عروسة بهذا البيت. يا هلا يا هلا بنجود، يا هلا بزينة الملاح. ما أشوف ولد أخوك سطام بين الحاضرين يا شيخ طراد. والله ولد أخوي سطام سافر في أمر مستعجل ويرجع بعد يومين. على خير الله. قدومك والله عزيز وغالي يا شيخ متعب، وفرحتنا كبيرة بهذا اليوم. طول الله عمرك يا راعية البيت. نجود تريد ترحب بيك وتغني لك وتعبر عن فرحتنا وفرحة الحي بهذا القدوم. تكفي يا نجود تكفي، كرم الله أيامك. هيا يا نجود، هيا يا شباب ويا صبايا الحي، ردوا وغنوا ويا نجود. يا مرحبا بضيوفنا بقدومهم، يا مرحبا يا مرحبا بالشرف ودار لهم، يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا بضيوفنا بقدومهم، يا مرحبا يا مرحبا بالشرفوا دار لهم، يا مرحبا يا غالية يا غالية خير قدومك والله، يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي، يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي، يا غالي فرح الحي قدوم اللي جاي ويوم جديد والفرحة مخباية، فرح الحي بقدوم اللي جاي ويوم جديد والفرحة مخباية، بكرة يطل والأيام حكاية خير قدومك يا ضيفنا الغالي، يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي، يا غالي راح الشر وأيام المتاعب جانا الخير من بعد المصايب، راح الشر وأيام المتاعب جانا الخير من بعد المصايب، فرح القلب برجوع الحبايب خير قدومك يا ضيفنا الغالي، يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله، يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي، يا غالي لما جيت يا شيخ القبيلة رحب بيك ألف يوم وليلة، لما جيت يا شيخ القبيلة رحب بيك ألف يوم وليلة، رجال الحي وسيوف القبيلة
خير قدومك يا ضيفنا الغالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك الله يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك الله يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي يا غالي فرحة يا ابوي لما قلبي يشوفك وانت اليوم تلتقي بضيوفك. الفرحة يا ابوي لما قلبي يشوفك وانت اليوم تلتقي بضيوفك. اهلا ومرحب مكتوب يا سيوفك خير قدومك يا ضيفنا الغالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك الله يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك الله يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي يا غالي. راح الشر وايام المتاعب جانا الخير من بعد المصايب. راح الشر وايام المتاعب جانا الخير من بعد المصايب. فرح القلب برجوع الحبايب خير قدومك يا ضيفنا الغالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك الله يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك الله يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي خير قدومك والله يا غالي يا غالي نور نور قدومك نور يا ضيفنا الغالي يا غالي يا عقبك ورد الموت مسولة فولك ومن شفت زولك طاب الوجع وبريت من شفت زولك مسولة فولك. نجود يا نجود. مين؟ الطبيب حسين؟ صباح الخير يا نجود. صباح الخيرات. أني في الحقيقة اغتنمت فرصة غياب أهل الدار حتى أكلمك بأمر خاص يعنيك ويعني فارس. خير إن شاء الله يا حكيم. اسمعي يا نجود، الحكيم لازم يكون صريح في قول الحقيقة حتى لو كانت قاسية في بعض الأحيان وفيها بعض الإحراج. وإيش الحكاية يا حكيم؟ اقعد وتكلم. كتاب فارس عليكي يتم اليوم حسب ما علمت، ويمكن باكر والله بعد باكر يحملك بالهودج ويسير بيكي إلى دياره إن قدر الله ويسر يا حكيم. يا نجود، جرح ظهر فارس جرح خطير ما زال ملتهب ومليان صديد، وفارس ما يريد يعترف بهذه الحقيقة. ما في عندك طريقة ولا دواء يعجل في شفائه يا حكيم؟ أنا أقوم بواجبي في حدود طاقتي، والشافي هو الله يا بنتي. المهم في القضية إني حاولت جهدي إقناع فارس بتأجيل الزواج مدة شهر على الأقل، لكنه ما قبل. شهر؟ يا نجود سامحيني إن صارحتك بالحقيقة باعتباري طبيب هذه القبيلة. فارس ما يقدر يتزوج، أو بالأصح ما يجوز يتجوز قبل ما يطيب جرحه بشكل نهائي. إيش تقول يا حكيم؟ لازم تقبلي بالحقيقة يا نجود، لازم تقبلي بالحقيقة. فارس جايز ينصاب بالشلل إن يا ويل قلبي، ينصاب بالشلل؟ تقول الجد يا حكيم؟ قبل 10 سنين تقريبا وقع حادث في هذا الحي مماثل لحادث فارس. كنت بعدك صغيرة يا نجوم. مرزوق ولد رمثان الله يرحمه انطعن أثناء الغزو في نفس المكان اللي طعن فيه فارس،
وقبل ما تلتئم جراحه ويطيب جرحه بشكل نهائي اتزوج بنت عم عويش، وكانت النتيجة شلل نصفي أصابه بليلة العرس، وبعد أيام قليلة كان مرزوق من أهل القبور. يا ويل قلبي، شل الله يدك يا شداد. يا حكيم، أني أموت إن وقع مكروه لفارس، أموت قبل ما يموت لا قدر الله. الأمر بات في يدك يا نجود، أنت ذكية وعندك لباقة وحسن التصرف تولي هذا الموضوع اللي خرج من يدي. فارس يريد يرحل باكر وياخذني وياه. ما يخالف، ارحلي وياه، لكن أريدك تستعملي حكمتك يا نجود. اسمع يا حكيم، أريد منك خدمة. نجود عزيزة وغالية وطلباتها أوامر، قولي. أريدك ترحل ويانا لديار فارس وتتابع مداواتك هناك حتى يتم الشفاء ويزول الخطر، ومن بعدها ترجع لهذه الديرة. ما يخالف، أروح وياكم، بس قولي لوالدك إنك تريدين إني أرحل وياكم من أجل فارس. خير إن شاء الله يا حكيم. تركتك بخير. مع السلامة. ادخل يا شدهان. ويل قلبي، ويش لكم عندي؟ ويش تريدون مني؟ أنا كبيسي مسكين لا حول لي ولا قوة. والله وقعت في يدي يا شدهان. أنا بوجهك داخل على الله وعليك، اتركني بحالي. اليوم تدفع ثمن سوالفك اللي جايفة. هيا شاهد واقرأ الفاتحة على روحك. ويش تقتلني؟ ويش سويت لك يا وجه الغرب؟ وتسأل ويش سويت يا شدهان؟ مين اللي خبر نجود بنت الشيخ طراد عن حكاية الصخرة اللي زحزحها فارس ولد متعب وأخفى تحتها كوفيات لصوص وسيوف؟ نسيت يا شدهان؟ ومين اللي خبر نجود بنت الشيخ طراد عن حكاية استبدال فارس هدوم العز والجاه بهدوم مقطعة تصلح لشريد وبجح شعري؟ دخيلك. نسيت يا شدهان؟ دخيلك يا شداد، ما كنت أعلم أن القضية تخصك. ارحمني، لا تقتلني، أنا أنفعك والله أنفعك يا شداد. تنفعني بعد الخراب يا صرصار؟ انت سبب كل المصايب اللي صبت علي وعلى شداد. اليوم تموت موت الكلاب بهذه المغارة من غير ما حد يعلم بيك. لا تطعني، أنا أنفعكم، قادر أخدمكم، أنا بأمركم. وقف يا سطوف. تنفعنا وكيف تنفعنا؟ قول ويش تريد يا شداد؟ تلقاني طوق أمرك. شدهان عنده حيل لها أول ما لها آخر. عندك أخبار عن حي الشيخ طراد؟ إلا عندي، والله عندي. أنا كنت هناك قبل 3 أيام، وبالإمارة حضرت عرس فارس على نجود.
كلب ولد الكلاب تزوجها وأصبحت له حليلة أخيرا. أشوفك زعلت من هذا الخبر. أنت تريد نجود يا شداد؟ وايش اللي وصلنا لهذا الحال غير حب شداد لبنت تراد؟ انت ما تدري يا شداد يا شدهان. وإيش اللي عرفني؟ أني بياع شرة ومن واجبي ما أتدخل في أمور ما تعنيني، لكن شدهان عنده عقل خبيث ومكار قادر ينسل الشعرة من قلب العجين. قولوا إيش تريد يا شداد؟ أريد أخرب هذا الزواج، أريد أهدم سعادة فارس ونجود، أريد أسود أيامهم. شدهان قادر يهدم هذه السعادة ويحقق المطلوب. وإيش اللي يثبت لي صدق قولك؟ المال يا شداد يخلي عقلي يشتغل مثل الزنبرك ويحل عقدة لساني ويطلع مني العجائب. جربني ما تندم يا شداد. وإيش تقول يا صدوف؟ أنا أقول نتركه يا شداد ونحاول إخداعنا، لا بد يوقع في إيدنا في يوم. شدهان ما يخدعكم. أنا قادر أخرب بيت فارس ولد متعب ودمر سعادة نجود بشرط واحد، أقبض الثمن. أنا بياع شرة يا شداد. قديش تريد؟ 30 ليرة ذهب أم طرة، تدفع نصفها مقدما والباقي لما يتم طلاق نجود من فارس. ايه عجائب هذه الدنيا. انت ما تريد تصدقني يا شداد؟ قلت لك لابد تطلق نجود وتعود الى اهلها خايبة الرجا تعيسة. ادفع نصف المبلغ وخليني اتصرف. زين أنا حدفع لك، لكن يا ويلك إن كنت تخدعني. عيب يا شداد. شدهان خراب بيوت العامرة. يا هلا برجال البادية، يا هلا بالخيل الغادية، يا هلا عز وأمجاد ماضي الأجداد، عز وأمجاد ماضي الأجداد، همتكم والله عالية إننا شام البادية. أهل الهمم من يومنا، أهل المروءة والشمم من يومنا، أهل الكرم أهل الهمم من يومنا، أهل المروءة والشمم من يومنا، أرض الأجداد مربى الأساد، ولدوا أحفاد عاشوا أسياد، همتكم والله عالية إننا شام البادية.